في قلب البحر الكاريبي وعلى جزيرة صغيرة اسمها ليتل سانت جيمس، كانت بتدور واحدة من أفظع الجرائم وأكتر الأسرار المظلمة في عالم النخبة والسلطة. جزيرة كاملة ملك الواحد اسمه جيفري أبستين، وما كانتش منتجع فاخر زي ما اتقال عنها، لأ، ده كان الموضوع أكبر من كده بكتير. هنعرف في الفيديو النهاردة ايه اللي كان بيحصل على الجزيرة دي، ومين هم الضحايا وأسماء الزوار اللي كانوا بيترددوا دايما على الجزيرة، وايه آخر التطورات اللي وصلت ليها القضية في 2025. قبل كل ده، لو بتهتم بالقصص الغريبة والمريبة واللي ملهاش تفسير، اشترك في قناتي وما تنساش اللايك. يلا نبدأ. قصتنا النهاردة مش مجرد قصة لراجل غني وحياته كانت عاملة ازاي، لأ، الموضوع ليه أبعاد تانية كتير. بيوضح لنا نظام خفي اللي دايما الأقوياء وأصحاب السلطة بيكونوا محميين فيه على حساب الضعفاء. الموضوع ابتدى لما سنة 1996 اتقدمت واحدة اسمها ماريا فارمر وأختها آني ببلاغ للشرطة، بيوضحوا فيها الفظائع اللي حصلت لهم في الفترة اللي قضوها مع واحد اسمه جيفري أبستين وزوجته ومديرة أعماله جيلين لما كانوا في القصر عنده. أول مرة اتقابل فيها جيفري وجيلين مع ماريا كان معرض لكلية فنون جميلة، وأصروا إنهم يشتروا رسومات ماريا، وبعد كده ابتدى يبقى فيه اتصالات بينهم وعرفوا عن حياتها أكتر، ودعوها لقصرهم الجديد علشان تشتغل معاهم وتستقبل الزوار، ووعدوها بمستقبل باهر، وإنهم ناويين يخلوا أختها آني تاخد منحة دراسية برا وهيتكفلوا هما بكل حاجة. المهم، راحت ماريا على قصرهم الفخم وانبهرت بالمنظر، بس ده كله نزل من نظرها مع أول موقف حصل معاهم هناك. دعتها جيلين علشان تعمل لها مساج، وابتدى الموضوع يدخل في نقطة التحرش. ده غير انها لما كانت بتعمل لها مساج كانت الابواب كلها مفتوحة، وكانت بتحس ان جيفري بيبص عليها. ده غير جيفري اللي كان بيدخل اوضتها عادي من غير استئذان، والمضايقات اللي كانت بتحصل منه. المشكلة مش في كده، المشكلة انها بعد كل اللي شافته هناك والرعب النفسي اللي عاشته، بعتت اختها آني على نفس القصر باعتبار انهم عيلة فقيرة فمحتاجين حد يتكفل بمصاريف دراسة بنتهم، واعتبار كمان ان آني هتكون ضمن مجموعة طلاب تانيين هيتكفلوا بيهم. لكن اكتشفت آني بعد كده انها لوحدها معاهم هناك في القصر، وحصل نفس اللي حصل مع اختها، لدرجة انها انهارت واتصلت باختها تستنجد بيها، وفعلا اختها راحت وجابتها من هناك ومشوا من المكان بلا رجعة، واستنجدوا بالشرطة، واللي تدورها قالت ان اللي حصل في اوهايو ونيو مكسيكو، وده خارج حدود دايرتهم. فنصحوهم انهم يتوجهوا ببلاغهم لل FBI واللي اهتموا بقضيتهم، لكن نظرا لقلة الأدلة الموضوع نام ومحدش اهتم بيه. نشروا موضوعهم على موقع على الانترنت، وفي مجلة مشهورة قررت تنشر قصتهم، بس ساعتها جيفري عرف الموضوع وهدد كل اللي في المجلة بالصحفية نفسها اللي كانت ماسكة الموضوع، وده لأن ليه نفوذ عالية جدا ويعرف مناصب كتيرة، فخافوا وما نشروش القصة. جيفري أبستين ازاي وصل للثروة والنفوذ ده كله برغم انه استغل سلطته أسوأ استغلال، وبنى ثروته من علاقاته المالية والسياسية، وانه عنده قوة اقناع رهيبة يعرف يضحك بيها على كل الناس، لدرجة انه اشتغل عند رجل اعمال اسمه ليز ويكنز، واللي كان عنده محلات ملابس نسائية، واشترى براندات كبيرة زي فيكتوريا سيكريت، وعمل له توكيل علشان يدير شؤونه المالية. فتفاجئ بعد كده ليز ان جيفري سرق منه فلوس بالملايين، وكان ناوي يسرق كل ثروته، فلغى التوكيل وانهى التعامل معاه. وعلى فكرة جيفري ما كانش معاه شهادة جامعية، بالرغم من كده اشتغل في مناصب وبنوك كبيرة. ازاي؟ محدش يعرف. اشترى جيفري قصره في بالم بيتش في جزيرة في البحر الكاريبي، منفصل ومنعزل عن العالم، علشان يبدأ جرايمه واستغلاله للقاصرات أسوأ استغلال، وكل ده وهو فوق القانون ومحدش يعرف يحاسبه.
الشرطة بعد كده اتلقت بلاغات من جيرانه في الجزيرة ان هما بيشوفوا بنات كتير داخلين وخارجين من القصر. ولما الشرطة راحت للقصر قال لهم جيفري ان البنات بيديروا اعماله الكتيرة، والشرطة صدقت وما كلفتش حتى على نفسها انها تحقق في الموضوع. وفي يوم اتصلت واحدة بالشرطة بتقول لهم ان بنت زوجها اتعرضت للاعتداء في بيت واحد غني في بالم بيتش في قصر موجود على جزيرة، مقابل مبلغ من المال. وللعلم البنت ما كانتش لوحدها، لا ده كان معاها مجموعة من البنات، وقالت لهم على اوصاف جيفري، وطلع هو فعلا ورا الاعتداء، وان هما بيروحوا هناك بهدف المساج. الشرطة بقى تاخد موقف وتحقق في الموضوع وتقبض على جيفري؟ ابدا، ده ما حصلش. واللي معروف ان جيفري كان بيدفع تبرعات ضخمة لمركز الشرطة، من الاخر شاريهم بفلوس. وحتى لو حد شريف فيهم حب يحقق في الموضوع، السلطات الأكبر منه بتمنعه يعمل كده، وكمان هيتهدد ببيته وولاده. بس عشان الرأي العام ابتدوا يعملوا وحدة تحقيقات سرية تحقق بشكل سوري في الموضوع. من البنات اللي حصل فيهم حاجات لا أخلاقية كانت بنت اسمها ميشيل لاكتا، عندها 19 سنة، وهارلي ليبسون دي عندها 16 سنة. ومعظم البنات بتروح بهدف الفلوس، لأنهم كانوا بيدوا 200 دولار في اليوم مقابل جلسة مساج. وهالي روبسون رفضت اللي هيحصل، وده بسبب شخصيتها القوية، وعشان كده جندها جيفري انها تجيب له بنات قاصرات مقابل مبلغ ليها، وبقت كل يوم تجيب بنت توديها وتاخد فلوسها وتمشي، وهكذا لدرجة انها جابت لوحدها 24 بنت. وبالمناسبة ما كانتش الوحيدة اللي مجندها جيفري، كان في غيرها كتير. من الصور المشهورة في الموضوع ده الصورة دي، البنت اللي في الصورة اسمها فيرجينيا، كانت بنت قاصر، ووعدها جيفري ومراته بمستقبل باهر وسفر حوالين العالم ومقابلة الشخصيات المهمة، وده كان حاجة كبيرة قوي بالنسبة لها، وخصوصا ان حياتها كانت صعبة جدا قبل ما تقابل جيفري ومراته. وراحت القصر بتاعهم واتعمل فيها زي باقي البنات بالظبط، واخدت فلوسها وقال لها اتمنى اشوفك بكرة. وفعلا جه تاني يوم وراحت فيرجينيا تاني القصر، وابتدوا يستغلوها ويبعتوها لشخصيات مهمة وذات مناصب زي اللي معاها في الصورة، اللي هو الامير اندرو البريطاني الابن الثالث لإليزابيث الثانية، واللي دفعت مبالغ بس عشان تشتري الصورة دي وما تتنشرش وما تبقاش فضيحة. وطبعا اللي معاهم هي جيلين زوجة جيفري. الشرطة بقى عندها بلاغات كتير في الموضوع ده، ووصل عدد الضحايا ل40 ضحية اتعرضوا للإساءة في قصر جيفري في الجزيرة. الموضوع ما بقاش يتسكت عليه، وبدأت ريحته تطلع، وابتدى يبقى فيه قضية، وهنشوف جيفري بيتحاكم على أعماله. استنوا ما تفرحوش قوي كده. للأسف جيفري كلف 8 محامين للدفاع عنه، ده غير انه ابتدى يدور ورا رجال الشرطة اللي ابتدوا القضية، وبقى فيه تهديد على حياتهم وولادهم وزوجاتهم، لدرجة ان المدعي العام ابتدى ياخد جنب جيفري من خوفه ويدافع عنه كمان، وما ياخدش موقف المحايد. وفي سنة 2006 تم اتهام جيفري بالقيام بعمل غير شرعي على الجزيرة، وكان هيتسجن بس خرج بكفالة، والقضية لسه مستمرة. القضية بعد كده تم إرسالها للإف بي آي علشان يشتغلوا عليها، واللي بدورهم جمعوا كل البلاغات اللي اتقدمت في حق جيفري من 1996 لحد 2006، وفضلوا يدوروا على كل البنات اللي حصل معاهم كده، في اللي رضي انه يتكلم ويشارك في القضية، وفي اللي خاف ومرضيش يتكلم في الموضوع ده، غير جيلين اللي بدورها كانت بتهدد البنات باللي هتعمله فيهم لو اتكلموا. وفي يوم كان في جلسة استماع سرية، والاف بي اي ما كانش يعرف اي حاجة عن الموضوع ده، برغم انه ماسك القضية دي، والصحفيين كانوا عارفين بالجلسة قبل الاف بي اي. واللي حصل ان القضية اتوقفت، نهوا القضية قبل ما تبتدي اصلا. الضحايا اللي قرروا يتكلموا حسوا باحباط ويأس، وان حقهم عمره ما هيتجاب في ظل النظام الفاسد اللي بيتحكم في كل حاجة. جيفري كمل حياته وأعماله، ورجال الأعمال والسياسيين والاقتصاديين بقوا يقعدوا معاه عادي ولا كأنه عمل حاجة.
ولا كأنه كان في قضية شغالة أصلا، وأعمالهم مع بعض ماشية زي المسطرة. السوشيال ميديا خلت الناس اللي خايفة تتكلم، وبقى كله يشجع بعض انه يتكلم وما يخافش، لدرجة انها بقت حركة نسائية، وبقوا ينزلوا مظاهرات في الشارع. وده اللي خلى القضية تتفتح من تاني ويبقى فيها تحقيق بشكل جدي بدون تدخل من حد. وده كان سنة 2019. تم القبض على جيفري، واللي اتبين بعد كده ان في ايميلات بينه وبين مكتب المدعي العام، واللي خلت القضية تتوقف زمان، وده خلى المدعي العام يقدم استقالته وقتها. وتم محاكمة جيفري، وفي وسط المحاكمة يصحى العالم تاني يوم على خبر انتحار جيفري في زنزانته، وكأنه تم التضحية بيه، لأنه معاه دلائل تورط ناس كتير جدا في القضية. وسبحان الله، يوم انتحاره كانوا الحراس نايمين والكاميرات ما كانتش شغالة، وكأنهم هيئوا الموضوع كله علشان ينهوا حياته علشان ما يتكلمش. من الأسماء اللي بان تورطها في الموضوع وإنها كانت بتتردد دايما على الجزيرة هو الأمير أندرو، وبيل كلينتون، وأوباما، وترامب، واللي بالمناسبة كان ليه صورة معاه وكان بيقول إنه قد إيه رجل عظيم، وبعد اللي حصل قال إنه قطع علاقته بيه من زمان وإنه رجل سيء. وبيل جيتس، ومدير جامعة هارفارد، وهيلاري كلينتون، وليوناردو دي كابري، وبروس ويلز، وكيت بلانشيت. من الآخر أي حد ليه صورة مع جيفري أبستين متورط في القضية. وعرفوا الأسماء من دفاتر الطيران للجزيرة، وفي حاجة اسمها الدفتر الأسود، وده سجل للاتصالات اللي بتضم 1500 اسم من سياسيين ومشاهير ومليارديرات، وطبعا شهادات الضحايا. من الأسماء اللي منتشرة اليومين دول هي أوبرا وينفري، واللي لحد دلوقتي ما طلعتش كدبت الموضوع، واللي أصلا اسمها متورط في قضايا إتجار بالأطفال، وأصلا عندها مدرسة عاملاها للأطفال المعدومين في جنوب أفريقيا. والمدرسة دي مؤخرا بقى فيها شائعات منتشرة حواليها، سواء بسبب التحرش اللي بيحصل فيها أو بسبب كمية الأطفال اللي بتختفي منها ومحدش بيسأل عنهم، لأنهم ملهمش عائلات أصلا. الجزيرة بيتقال عنها إنها ما كانتش بس مكان لاستغلال القاصرات، لا ده بيتقال كمان إنها كانت مكان لاستغلال الأطفال في حاجات لا أخلاقية. وده اللي بيوضح دور أوبرا وينفري. مين عارف، مش يمكن هي اللي كانت بتودي الأطفال هناك؟ ده غير إن في مادة معينة بياخدوها من الأطفال لما يكونوا في حالة رعب، فجسمهم بيفرز المادة دي، بياخدوها ساعتها وبيحقنوا بيها نفسهم عشان يفضلوا في شباب دائم. ودي من الروايات اللي اتقالت حوالين الجزيرة. من الأسماء التانية اللي اتجابت في القضية هو الفيزيائي ستيفن هوكنز، واللي محدش عارف هو كان بيروح هناك يعمل ايه، وكمان مايكل جاكسون، والممثلة نعومي كامبل، والمذيع جيمي كيمل. وكل دي أسماء وردت في القايمة اللي حصلوا عليها. غير كده في شائعة بتقول إن مفيش ممثلة من ممثلات هوليوود ما عدتش على قصر جيفري أبستين، يا إما كده يا إما مش هتدخل المجال أصلا. آخر حاجة حصلت الأيام دي إن وزارة العدل والإف بي آي أغلقوا التحقيق رسمي في القضية في يوليو 2025، برغم الادعاءات اللي بتشكك في انتحار أبستين. كمان المدعية العامة بعد ما كانت في بداية القضية بتقول إن الملف اللي فيه الأسماء المتورطة في القضية عندها على المكتب، رجعت وقالت مفيش أصلا ملف ولا أسماء متورطة في القضية، وغيرت كلامها. وكمان اتكشف إن عدد الضحايا بالآلاف من البنات، وده في خلال 20 سنة اللي حصل فيها الموضوع، ويمكن كمان قبل كده. ايلون ماسك وصف إغلاق التحقيق بالضربة النهائية، وأعرب عن غضبه بسبب عدم كشف قائمة الأسماء. وبالمناسبة كان ليه منشور على منصة إكس اتهم فيه ترامب بالتورط في القضية دي. جيلين مرات جيفري أخدت 20 سنة سجن بسبب إنها كانت بتشارك زوجها في الأعمال دي. في النهاية الحقيقة ورا جزيرة أبستين محاطة بالغموض، وده عشان في ناس محمية بالمال والنفوذ، بس أكيد العدالة هتاخد مجراها في الآخر، ومحدش عارف، مش يمكن تتفتح القضية تاني وكل الضحايا ياخدوا حقهم من اللي أذوهم؟ هل تفتكر إن الحقيقة اتكشفت كلها، ولا ما خفي كان أعظم؟
اكتبولي تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.